للأسف المنتخب المغربي قدم أداء عالمي أمام هايتي، كنا نتمنى خسارته بنتيجة كبيرة، لكن مع كامل الأسف لم يخسر المنتخب المغربي. لماذا المغرب لا يخسر؟ كيف يفعل لها المنتخب المغربي؟ المغرب مبروك عليهم. مقابلة اللي شفناها تاع المغرب مقابلة في المستوى اللي داروا ماتش فريمون امبورطون دو هو نيفو. لي تروا كومبارتيمون شفناهم في كيما يقول لك في المستوى، لعبوا كرة جميلة، انجاجمون كبير، تاكتيكمون زيتي بري، ولهذا شرفوا العرب. شفنا النتيجة فريمون بوزيتيف من هذا الباب، لأن سو لو بلون اوفونسيف كرة جميلة. المغرب منتخب قوي ومنظم ومدرب محنك، يعرف كيف تربح المباريات، يعرف كيف تسير هذه الدورات. ممكن جدا تفوز بكاس. اليوم في الدورة دي فريق منظم، ما عندناش كفاءة في التسيير. الاتحادية وهذا المدرب كل شيء بكم خصكم تمشيو، لأنه مع الأردن 3 دقيقة 83 باش جبت الهدف الزاوج، ومين مكورين باراليتي، جبنا 2 أهداف من باراليتي، ما قدرناش نديرو اللعب. الشوط الأول كارثي، زروقي كارثي، الدفاع كارثي، لزي ولد زيدان اللي جايبينه بالببليسيتي كارثي. يعني كل شيء خدامين غير بالاخر بالفساد، وغرقتوها بابها الكلب في الفساد. يعني بايتين سهرانين باش نشوفوا العفن ديال كرة القدم. الشوط الاول شفنا فيه العفن، عفن ما كانش كرة القدم الشوط الاول. الشوط الثاني شويه بقى الباريتي يضرب لي كوري منا وضرب منا باش. تعالوا بنا مغاربة نشوف انقلاب وصدمة الإعلام الجزائري بعد فوز وانتصار منتخب المغرب اليوم على منتخب هايتي، وتأهل تاريخي لمنتخب المغرب في بطولة كأس العالم. النهاردة الإعلام الجزائري وشعب الجزائر كوكب لالا الكاره والحاقد على المغرب، مع كل هدف كان بيسجله منتخب هايتي كنا بنشوف تفاعل من الإعلام الجزائري، تحس كده فعلا بأن منتخب الجزائر اللي بيسجل أهداف، ومع كل هدف كان بيسجل المنتخب المغربي كان بيدخل في شباك الجزائر ومصر قبل ما يدخل في شباك منتخب هايتي. دي رسالة لأي واحد يفكر إن هو يراهن على خسارة منتخب من منتخبات المغرب. إياك تتحدى المغاربة أو تراهن على خسارة المغرب. المغرب ما بيخسرش بسهولة، المغرب ما بيستسلمش، بيلعب لآخر ثانية في المباراة. تعالوا بينا نشوف الإعلام الجزائري هيعلق وهيقول إيه، وتابع معايا الفيديو وانتظرونا في النهاية. المغرب فرض حبه علينا، وبما أنه فريق عربي ما تنجم كان تحبه وتشجعه، واضحة. الترتيب الأخير المغرب السادس، عندك 212 بلد، المغرب السادس. كيفاش على اللي يجي من بعد؟ اللي يجي من بعد لوج عليه باللوب، لوج عليه بالفتاش. اذا المغرب يخاف كم المغرب. جمال مبسوط يبتسم. لا عنده الحق، صح عليك، صح عليك معناها. لا صح عليك، صح علينا ايضا للامانه. معناها المغرب فرض علينا وانا نتفرجوا فيه وكانوا فريقنا. صحيح. فرض علينا كعرب، يمثل رغبة العرب وحماس العرب، ويمثل طموحات ايضا العرب. خالد يحكي لك احنا ما عندناش عقد. انا شخصيا ما عنديش عقد. انا اللي ينورني كبلد عربي انا معاه، نهز العالم معاه. المغرب نورنا، ما تنجمش ما تحبش المغرب، ما تشجعش المغرب، ما تنجمش المغرب يلعب بين نهارين وبين نومين، ما تقعدش تفرش المغرب لاخر مقابله. سمحت، فرق اخرى يجيك النوم وترك، يجيك النعاس. اذا قلت لك المغرب اليوم فرض نفسه، واليوم المغرب عدو الاول هو المغرب. التواضع، التواضع، تطالبه بالتواضع. التواضع. خاف يقول لك احنا البرازيل مش احرجناها، بالبرازيل كنا قاب قوسين ان ننتصر عليه، وكنا نجم ننتصر على البرازيل. فاسكتلندا شكوني؟ لا ترد بالك، نبقاو ناس متواضعين، كل منافس نعطيو حق. اسكتلندا راهي الكره الانجليزيه، اسكتلندا راهو اللاعبين الكل. ما كنتش تحبذ ان تبدا المغرب بمواجهه البرازيل المونديال؟ لا بالعكس، خلي تدخل كاس العالم الباب الكبير. خلي تدخل كاس العالم من الباب الكبير، تحط البصمه نتاعها من النهار الاول، لانه الناس الكل زعمه احنا الكلنا الحقيقه، وانا وخالد هل حيعاودوا نسخه قطر ولا لا؟ الكلنا 2022 قلنا هي استثناء والمغرب وربما وكاس عالم مش كيما كذا، ولكن
جات مقابله من البرازيل، ترى زعما هذه المغرب تاع 22 لقينا المغرب أقوى. الامان اقوى من 22. واللي يحكي لك عليه خالد وان وليد الركراكي ربما اعطى اقصى ما ينجم يعطيه للمغرب لمده 5 سنوات. هي في النهايه تبقى قدراته وافكاره وللامانه حتى عمليه التغيير كانت طريقه سلسه، طريقه حضاريه جدا، نقله سريعه يعني. حضاريه جدا. فماش التشنج ولا وتنحي وهو رشحنا وهو لا، طريقه سلسه. ثم انا اكتشفت المدرب محمد وهبي الحقيقه انا ما نعرفوش، نعرف في الشبان، نعرف المغرب في الشبان ما شاء الله، ولكن ما نعرفش شنو هي البصمه اللي ينجم يضيفها. راهو في مهمه مستحيله. معناها تجيب مدرب وخالد مدرب ويعرف، تجي انا تعطيني فريق في القمه وتقول لي يا دربه القمه وصلنا نصف النهائي، شو معناه؟ محمد وهبي جيب لي النهائي ولا جيب لي كاس العالم، يقبلها. ولكن اكثر من يعطي بصمه للفريق، عمل ما يسمى احنا نسميه معناها معناها تواصل مع التغيير، تواصل نفس الافكار الكبيره مع تغيير. نعم. المغرب حقيقه في 22 كان قوي جدا، ولكن انتصارات بضربات الجزاء بمقابله رجوليه لين بالفرجه. مؤشرات البدايه اعطتك خلينا نقولوا استبشار بان في هذه النسخه سيكون اقوى. هذا البدايه تعطيني هكا. واللي ريناه المؤشرات وانه المغرب ممكن يمشي لبعيد. تبقى ديما راهو كرة القدم ماهيش علم صحيح اكيد، وكرة القدم نتيجة نجم تغير كل شيء، ولكن نتمنى وانه المغرب يبقى سقيه على الارض، مش البرازيل ومن بعد اسكتلندا. نعم. اسكتلندا اصعب من البرازيل اكيد. كل منافس تعطيه حجمه وتعطيه قيمته. المغرب امبارح هدف المانيا، اهداف بالجمله، اهداف بالجمله ضائعه. اسماعيل سيباري الحقيقه حاجه جميله. بس هنا هاخد من كلمه حماده لانه قال انا بتمنى العب. لما التاريخ والإنجاز يكتب باسم المغرب فلا تستغرب. شباب المغرب النهارده، منتخب المغرب، أنا قلت لك قبل بداية المباراة النهارده بتلعب منتخب هايتي. قد يكون بالنسبة لك المنتخب ده مش مشهور ومش معروف، وبالنسبة لناس كتير وهو فعلا مش مشهور ومش معروف، ولكن أنا حذرت من الموضوع ده وقلت لحضراتكم ووصلت رسالة للاعيبة المغرب: إياك تستهتروا بالمباراة. منتخب هايتي منتخب ضعيف، فعلا منتخب ضعيف ومش منتخب قوي، وهو أسهل منتخب في المجموعة. لكن أنت النهاردة بيسجل هدفين في الشوط الأول فقط في شباك المنتخب المغربي. عارف ليه؟ عشان لعيبة المغرب ما ادتش المباراة الاهتمام الكافي. لعيبة المغرب دخلت المباراة وهي كسبانة المباراة، وده خطأ كبير جدا في كرة القدم واحنا كلنا نعلم ذلك. ما ينفعش تدخل المباراة وانت يعني ايه بتعتبر نفسك ان انت كسبان المباراة. ده خطأ كبير جدا من لعيبة منتخب المغرب، وده انا بقول عليه سبب من اسباب بان منتخب هايتي يسجل هدفين في شباك المنتخب المغربي. لعيبة المغرب مش مركزة في المباراة، نازلة المباراة ومفيش تركيز كفاية. تحس فعلا ان اللعيبة نازلة وبتقولك خلاص احنا كسبنا المباراة، احنا كسبنا المباراة. لكن في كرة القدم لا، كرة القدم ما بتعترفش بالكلام ده. كرة القدم لو ما لعبتش لآخر دقيقة فانت بتعرض نفسك لخطر كبير جدا، ومن الممكن في اي وقت من الاوقات تتلقى هدف. وده اللي حصل مع المنتخب المغربي. قلنا يا جماعة مرارا وتكرارا، حتى لو بتلعب منتخب سهل وضعيف ومش مصنف، ولكن ده مش معناه ان انت تتراجع، لازم تلعب لاخر ثانية في المباراة. النهاردة بنشوف لعيبة المغرب اول ما بتركز لا الموضوع مختلف تماما. انت قادر وعندك كل الامكانيات. حكيم النهارده انا من وجهة نظر هو راجل المباراة. طبعا الصغير سجل، ولكن حكيم بصراحة لاعب ممتع. حكيم عامل كل حاجة في الجنب الشمال لوحده. دياز يتحمل الهدف الثاني وبعدها بيضيع كرة اللي جت بجوار القائم. ابراهيم دياز احيانا كده بتشوفه على فترات
لكن لعيبة المغرب لو في كامل تركيزها فانت هتتفرج على متعة كروية، هتتفرج فعلا على منتخب مرعب لو لعيبة المغرب في كامل تركيزها. وده اللي احنا كنا بنطالب بيه. جماعة ركزوا، جماعة منتخب البرازيل خلاص يعني أنهى مباراته وحسم الأمر، فأنت خلاص النهاردة بتتأهل ولكن مركز تاني مش مركز أول، مش هتفرق كتير. المغرب قادر إن هو يفوز وينتصر على أي منتخب. المغرب منتخب قوي، منتخب شرس، ومنتخب عنيد، ومنتخب مرعب. كل التحية وكل التقدير للمغرب ولكل من هو مغربي. والإعلام الجزائري النهاردة الكاره والحاقد على المغرب، أنا بوصل لكم رسالة وبقول لكم للمرة المليون انتوا مش قد المغاربة، وبلاش تتحدوا المغرب، بلاش تتحدوا المغرب، لأن اللي بيفكر إن هو يتحدى المغرب أو يقلل من المغرب في النهاية بيرجع وبيعتذر. ما تراهنش على خسارة المغرب في أي مباراة. لو هتراهن على المغاربة تراهن على المكسب فقط لا غير. ديما مغرب، ديما مغرب. أشوفكم في فيديو جديد.